السلام عليكم. للأسف يا جماعة جو الشتا والبرد ده بيخلينا على طول عايزين ناكل حاجة حلوة وسريعة مع كوباية شاي، كوباية شاي بلبن، أي حاجة كده سخنة. فمن غير تفكير أبسط حاجة ممكن نعملها إن هي اللي هي صينية كيكة، وبالأخص كيكة البرتقال، لأن انتوا عارفين إن احنا في فصل الشتاء، فالبرتقال طبعا متوفر في كل بيت. فيلا بينا نعمل كيكة ما فيهاش ولا غلطة، حاجة كده تحفة. لونها فاتح من جوه ومتحمرة من فوق وتحت، وحاجة كده جميلة جدا وهشة قوي. يلا بينا نبتدي مع بعض على طول. هنقول على المكونات واحنا شغالين على طول عشان ما اخدش من وقتكم كتير. حطيت في شفشق الخلاط 3 حبات من البيض، ويكونوا بحرارة المطبخ، وفانيليا. وكمان حطيت هنا معلقة كبيرة من بشر البرتقال، القشرة بتاعتها كده ببشرها يا دوب الطبقة الصفرا بس. واحط عليهم كمان 1.25 كوب من السكر، وفي معلقه خل، بس معلش ما جاتش في الفيديو. وهضربهم كويس قوي من دقيقتين ل3 لغايه ما السكر يدوب ويدينا قوام فاتح زي اللي انتوا شايفينه ده. هزود عليهم كمان كوبايه عصير برتقال، وكمان كوبايه الا ربع من الزيت. المعايير كلها تكون واحدة، ان كانت كوباية ازاز او كوباية معيارية زي اللي انا استعملتها هنا. هضربهم كده كده يا دوب خلطة خفيفة، كل المكونات تمتزج مع بعض ونركنهم على جنب. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، وعليهم رشة ملح وكيس من البيكنج باودر. وكمان معايا مكون مهم جدا اللي هو النشا، 3 معالق كبار من النشا، بديها فعلا طراوة جميلة كده وقوام حلو جدا. هقلبهم طبعا مع بعض، وابدا ان انا اجيب الخليط السائل بتاعي واحطه كده في البوله. شايفين الخليط بتاعنا متجانس وحلو جدا ولونه فاتح. وبعدين هبدا اخد الخليط الجاف، طبعا انا نخله الدقيق مره، وهنخلهم تاني مع المكونات كلها مع بعض، وهحطهم نصين. يعني اخد النص الدقيق واقلبه على الخليط السائل اللي معانا زي ما انتم شايفين كده لغايه ما يختفي خالص. وبعدين انزل بالجزء المتبقي، بصراحه بتفرق جدا في الهشاشه وطراوه الكيكه. كده تمام، اخدت الخليط الجاف بتاعي على مرتين زي ما انتم شايفين كده، واخلطهم كويس قوي لغايه ما الاقي كله اختلط مع بعضه ومفيش اثر خالص للدقيق. تمام. الفرن بتاعي طبعا شغال من اول ما انا بدات اشتغل في الكيكه. شايفين كده ده قوام العجينه بتاعه الكيك، لا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه زي الميه. شايفين كده؟ واديتها تقليبه كده بالسباتيولا من الجوانب من فوق وتحت عشان لو في اي دقيق. وجبت الصينيه بتاعتي اللي انا دهنها زبده، زبده فعلا مش بتخلي الكيكه تلزق خالص في الصينيه. واصبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام؟ قوام تحفه جدا ومثالي جدا. لو مش حابين تدهنوا زبده ادهنوا دقيق، عفوا ادهنوا زيت وبطنوها بدقيق. ونحركها كده ونخبطها كام خبطه وندخلها الفرن على درجه حراره 180 190 على الشبكه اللي في النص. هتاخد معانا 25 ل 30 دقيقه بس، ونختبرها كده ونلاقيها استوت على طول معانا، وتطلع معانا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها كده تهدى شويه مع نفسها وبعدين نقطعها مع بعض. نسيت بس اقول لكم ان الصينيه دي مقاسها 30 في 30، يعني صينيه مربعه زي ما انتوا شايفين كده. لونها تحفه من فوق من تحت ومن جانب كل مكان. طبعا الصينيه دي حجم كبير مش صغير خالص. شايفين كده؟ ما شاء الله. انا كنت بصراحه ابتدي تقطيع فيها على طول، قلت اوريها لكم الاول يعني. شايفين الصينيه نظيفه جدا بسبب الزبده. شايفين كده؟ فيهاش اي حاجه خالص، طلعت بكل سهوله. هنقطع الكيكه بتاعتنا. انا بحب اقطعها كده تقطيعه طوليه شويه. شايفين كده الكيكه القمر بتاعتنا دي حاجه تحفه هشه، لونها فاتح من جوه. قوامها بصراحه حلو جدا، وعاجبني التقطيعه دي لان مش بتفرفط مع الولاد، يعني سهله كده في الاكل. نقول كده على حاجات مهمه معانا. اي حاجه بنستعملها في الكيكه بتاعتنا وتكون في التلاجة لازم نكون مخرجينها من قبلها بشويه، تكون يدوب بحراره المطبخ. تاني حاجه المعيار اللي احنا بنستعملها تكون معيار واحد، ان كان الاكواب المعياريه او كوبايات المج العاديه. اي معيار نوحده عفوا في المكونات. تاني حاجة الفرن بتاعنا طبعا يكون سخن قبليها بشوية. شايفين الكيكة؟ حاجة تحفة جميلة. مستنية تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات، لأن هي بصراحة تستحق انك تجربوها وتعملوها. بألف هنا حبايبي، والسلام عليكم.